تخيل معايا كده إن في مشروب واحد بس قدر يدخل حياة أغلب الناس في العالم من غير ما يستأذن. ناس كتير ما بتبدأش يومها غير بيه، وناس تانية شايفاه جزء أساسي من حياتها اليومية. كان بيتسمى زمان أسماء غريبة جدا زي الخبز الأخضر، النبيذ الحلال، وكمان كأس الشيطان. لكن في الآخر الاسم اللي كسب وانتشر هو القهوة. مشروب بسيط جدا في شكله، بس تأثيره على العالم ضخم بشكل مش طبيعي. تخيل إن البشر دلوقتي بيشربوا أكتر من 400 مليار كوب قهوة كل سنة، رقم صعب حد يتخيله أصلا. السؤال هنا بقى، إيه السر في المشروب ده وليه هو بالذات اللي قدر يوصل لكل دول العالم تقريبا؟ الغريب في القهوة إن حتى بداية اكتشافها شبه قصة أسطورية. القصة بتقول إنها بدأت في أثيوبيا من زمان جدا. كان في راعي غنم لاحظ حاجة غريبة في القطيع بتاعه. في شجرة معينة ثمارها حمرا شبه التوت، والماعز اللي بيأكل منها كان فجأة بيبقى نشيط جدا وبيجري بشكل غريب. الراعي استغرب، وبدافع الفضول جرب هو كمان الثمرة دي، وفجأة حس بنفس النشاط والتركيز. راح بعدها الرهبان في دير قريب ووراهم الحبوب دي، بس في الأول رموها في النار لأنها كانت غريبة عليهم. لكن لما النار سخنت الحبوب طلعت ريحة حلوة جدا، فبدأوا يطحنوها ويحطوها في مية سخنة، وطلع أول مشروب شبه القهوة. والغريب إن المشروب ده خلاهم صاحيين طول الليل، ومن هنا بدأت الفكرة كلها. لكن في رواية تانية بتقول إن الموضوع اتطور أكتر في القرن ال15 في اليمن. في ناس لاحظوا إن الطيور بتبقى نشيطة بشكل غير طبيعي بسبب ثمار شجرة معينة. لما البشر جربوا نفس الحبوب لاحظوا نفس التأثير، ومن هنا القهوة بدأت تنتشر في اليمن بشكل كبير، وبقت مكان مهم جدا لزراعتها وتطويرها. ومع الوقت القهوة خرجت من اليمن وانتشرت في مصر والشام وفارس وتركيا، وكانوا بيسموها وقتها نبيذ العرب. وبعدها دخلت أوروبا، ومن هناك انتشرت بسرعة كبيرة جدا. في سنة 1650 تقريبا اتفتح أول مقهى قهوة في إنجلترا، وخلال 25 سنة بس عدد المقاهي وصل لأكتر من 3000 واحد. ومن هنا القهوة انفجرت في العالم كله، وبقت مشروب أساسي في كل مكان. الموضوع مش بس مشروب وخلاص، القهوة ليها عالم كامل، لأن مش كل القهوة زي بعض. في أنواع كتيرة مختلفة، وطعم مختلف وريحة مختلفة ودرجة حموضة مختلفة. والغريب إن الناس اللي فاهمة قهوة كويس ممكن من أول بق بس يعرفوا النوع تقريبا، وأحيانا كمان يعرفوا بلد الإنتاج. ولو جينا نتكلم عن الدول المنتجة هنلاقي إن البرازيل رقم واحد بفرق ضخم جدا، وبتنتج تقريبا تلت قهوة العالم. بعديها فيتنام، كولومبيا، وبعدها إندونيسيا وإثيوبيا والهند وأوغندا والمكسيك. يعني القهوة صناعة عالمية ضخمة، مش بس مشروب. والغريب بقى إن الكوباية اللي في إيدك الصبح دي عدت برحلة طويلة جدا قبل ما توصل لك. البداية بتكون بزرع البذور في مزارع كبيرة، بعديها الشتلات بتكبر وبتتنقل للأراضي الزراعية. شجرة القهوة نفسها بتحتاج من 3 ل 4 سنين علشان تبدأ تدي إنتاج. بعد كده يبدأ موسم الحصاد، وده بيتم إما يدوي أو بآلات. وبعد الحصاد الحبوب بتتجفف تحت الشمس، بعد كده بتتغلف وتتصدر وهي لسه خضراء. ولما توصل البلد المستهلكة بيحصل أهم خطوة، التحميص، واللي بيخلي الحبوب تتحول للون البني اللي احنا عارفينه وطعمها يبان، وفي الآخر تتحول لكوباية قهوة جاهزة. اقتصاديا القهوة مش بسيطة خالص، هي تاني أكبر سلعة بتتاجر فيها دول العالم بعد البترول مباشرة. وفي دول اقتصادها قايم بالكامل عليها، وفي منظمة عالمية بتنظم التجارة دي اسمها International Coffee Organization، بتنظم العلاقة بين الدول المنتجة والمستوردة. وفي أمريكا بس صناعة القهوة بتعمل مليارات وبتوفر ملايين الوظائف. طب القهوة مضرة ولا لأ؟ بصراحة لو بتتشرب باعتدال فهي مش مضرة خالص، بالعكس بتزود التركيز وبتحسن النشاط الذهني وبتساعد في حرق الدهون، وفيها عناصر مفيدة زي المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات مهمة. بس المشكلة في الإفراط، لو زودت شربها ممكن تعمل ضربات في القلب وتوتر وأرق وارتفاع في السكر مؤقت. والأمان غالبا بيكون في حدود من كوبايتين لثلاث كوبايات في اليوم. ولو عايز نفس طعم القهوة من غير تأثير الكافيين في نوع اسمه القهوة منزوعة الكافيين، بتدي نفس الطعم تقريبا بس من غير ما تخليك صاحي طول الليل. فالقهوة مش مجرد مشروب يا صاحبي، دي قصة تاريخ وثقافة واقتصاد، وحاجة بقت جزء من حياة البشر كلهم. بس كده، لو وصلت لحد هنا اعمل لي لايك وسبسكرايب من فضلك، والجاي جديد.